غلطه انتوا بتقعوا فيها لما بتروحوا تجيبوا من تجار الجمله وتبيعوا، بتروحوا تاخدوا الصور اللي عند تجار الجمله وتشتغلوا بيها. يعني تجار الجمله بيبعتوا لكم الصور على الواتساب ويقول لك دي اللي بنشتغل بيها، فتاخد صوره الموديل دي تشتغل بيها. انت عندك كوست ومصاريف اعلانات مموله، وفي واحد تاني عنده جروب على الفيسبوك او جروب على التليجرام بيبيع ما عندوش الكوست بتاعه الاعلانات المموله والمودريتورز، فبيبيع بنفس الصوره بس بسعر اقل. دي اول مشكله، فتلاقيه بيبيع اكتر منك وانت سعرك غالي قدام الناس. رقم 2 ان حضرتك النهارده بتخشوا انتوا الاثنين منافسه جامده جدا في الاعلانات لو انتوا الاثنين شغالين اعلانات على نفس البوست بنفس الصور. فهنا النهارده الادق واللي بيصرف اكتر والاشطر والاسرع والنهارده مميز في حاجات كتير هو ده اللي بيبيع اكتر، وانت تبقى جايب بنفس السعر ومستغرب انا ببيع بنفس السعر وما ببيعش. فانت هتجيب من تاجر جمله حتى لو هتعمل ستوك عاش، بس لازم تعيد التصوير. حتى لو صورت فلات على الارض، حتى لو صورت على ستاند، مش شرط تجيب موديل جديد. حتى لو جبت موديل بقى النهارده وتصرف على شغلك، ما انت هتصرف اكيد على شغلك وتجيب موديل لو انت جايب ستوك، فهنا هتصرف اكتر لانك انت هتحمل ده على الستوك. لما اصرف 7000 جنيه ميديا، ما انا جايب النهارده 400 قطعه، هتلاقي كل قطعه لما تتباع واخده حاجه قليله جدا. لكن لو انت جايب 7 قطع هتصور لي على موديل، فدول غلطتين ناخد بالنا منهم كويس قوي.